السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنعمل معكم شوربة جمبري، وهنسوي الكباب ده او الكفتة دي. انا كنت عاملة قبل كده الكفتة دي، بس قبل ما افتح القناة ما ما جاتش في بالي فكرة اني اصورها، بس هو كان في الفريزر عندي والنهارده طلعته. قلنا نعدوا اليوم بيه. وديت زبدة مع وش لبن انا مسيحاهم، وهنعملهم سمنة فلاحي. وادي الكابوريتين وشوية جمبري كان جوزي جايبهم من البحر. وهنا حطينا الكفتة في الفرن بنسووها ونقلبها عشان تتحمر. وهنا معانا هنقطع البصل والطماطم والفلفل، تقطيع عشوائي كده، مش شرط ناعم قوي ولا جوليان، يعني قصدي حلقات يعني. فهنا هنقطع البصل والطماطم والفلفل كويس جدا. احنا كده ابتدينا في شوربة الجمبري، واحنا بنعمل شوربة الجمبري حطينا الكفتة في الفرن عشان تستوي. وقلت طمنوني عليكم بقى، انتوا عاملين ايه واخباركم؟ يا رب الوصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها. هي بسيطة جدا، مش مكلفة برضو. انا جوزي صياد. الجمبري ده كان جايبه من البحر مرة، وكانوا لقيتهم في الفريزر كده مع شوية الكفت ده. قلنا نعدوا بيهم اليوم، ما كانش الظروف سامحة وكده. أكلة بسيطة كده على القد كده، مش حاجة من عندنا من البيت، من أكلات قبل كده. كده الكفتة خلصت. كنت أنا اللي عاملاها قبل كده، بس ما كانش بيجي في بالي ان انا اصور يعني. هنا حطينا الكمون على شطة على ملح على كزبرة، وده الفلفل الاسود برضو على ملح، عليه ملح. حطيناه على البصل والفلفل اللي احنا قطعناه، وحطينا لهم التوابل، ودي شوية توابل شوربة. وحطينا ورق لورا عشان دي شوربة، ولو في مستكة وحبة هنحطي، بس انا ما كانش عندي، كانت خلصت. اتفاجئت ان هي خلصت. وهنا هننزل بالجمبري. وطبعا الجمبري ده من النوع اللي هو بينزل سواد، فلقيته بعد ما غسلته صفى حاجات سودا كده، بس عادي دي مش وحشة. ونقلب البصل والفلفل والطماطم كويس جدا مع الجمبري والكابوريتين الحلوين الصغننين دول، لحد ما يغيروا لونهم، يبقوا اللون ده، اللون الاصفر ده. كذلك دي برضو لسه ما غيرتش. يشربوا التتبيله لما البصل والثوم والبصل والفلفل والطماطم، طماطمية واحده بس تدي لون بس محمر كده، يتشربوا كويس وياخدوا طعم التتبيله. نزلت عليهم بفنجان ميه صغير خالص عشان يشربوا التتبيله، وبعدين عشان البصله ما تحرقش. وبعدين نزلنا بعد منها بشويه بكوبايه ميه لحد ما غطينا السي فود معنا، وغرفنا كده رصينا الكفتة. والشوربة كانت خلصت اهي كده تمام. الجمبري مش بياخد وقت على النار، 5 دقايق وتبص تلاقيه يا دوبك تمام. هنغرف كده طبقين، وبالهنا والشفا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، والف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا، والف هنا. متنسوش تدعموني باللايك والشير. ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم.
ألف هنا. وكده الجمبري بعد ما خلص والكفتة. ألف هنا ويا رب تجربوها وتعجبكم، و... وياريت تدعولي بتعليق بسيط.